انا كنت شغال في مشروع مع فريق، وكان في واحد معانا دايما بيقاطع اي حد بيتكلم ويقول انا عارف انا عملت ده قبل كده، حتى في حاجات واضحه انه ما عندوش عنها اي خبره. المفاجاه ان اغلب قراراته كانت غلط، وبيغلط في حاجات اساسيه جدا، بس كان بيتكلم بثقه تخليك تشك في نفسك انت. يعني كان ممكن يقنعك ان انت اللي مش فاهم وهو اصلا مش متاكد من اللي بيقوله. دانينج كروجر افكت. تاثير دانينج كروجر هو انحياز ادراكي يخلي الافراد ذوي الكفاءه المنخفضه يبالغوا في تقدير مهاراتهم ومعرفتهم، في حين ان الافراد ذوي الكفاءه العاليه بيميلوا الى التقليل من تقدير قدراتهم. الشخص اللي مش فاهم بيتهيأله انه فاهم لانه مش شايف حجم الجهل اللي عنده، فبيتصرف على اساس انه خبير. اما اللي فاهم بجد بيكون شايف التفاصيل والعقد والتناقضات، فبيتكلم بحذر ويتساءل ويشوف الصوره بشكل اوسع. علشان كده في ناس عايشه في حاجه اسمها نعيم الجهل، مرتاحين مبسوطين متاكدين من كل حاجه بيقولوها، بس اول ما تبدا تفهم اكتر وتحط رجلك في سكه العلم او الوعي بتدخل في حاجه اشبه بجحيم الوعي. تحس انك كل ما تعرف اكتر بتقل ثقتك اكتر، وبتشكك في كل فكره انت كنت مقتنع بيها من زمان. الموضوع ده حوالينا في كل حته، ناس بتتكلم بثقه عن السياسه، الاقتصاد، الدين، العلاقات، حتى علوم الذره، وكلهم بيقولوا اراء قاطعه كانهم فاهمين العالم كله. واللي بيفهم بجد قاعد ساكت او بيقول انا مش متاكد او بيقدم رايه بحذر جدا، فالناس تفهمه انه ضعيف او مش واثق في نفسه. انا شايف اننا لازم نراجع نفسنا كل شويه ونفهم ان الثقه مش دايما دليل على الفهم، وان التواضع مش معناه انك مش عارف، بالعكس ممكن يكون التواضع ده جاي من عمق حقيقي. اول ما تلاقي نفسك واثق جدا في موضوع جرب تسال نفسك هل انا فاهم كفايه ولا انا بس مش شايف حجم اللي انا معرفوش. وبصراحه لما بشوف منحنى تاثير دانينج كروجر من اول قمه الغباء الواثق لحد طريق التعلم الحقيقي، دايما بسال نفسي سؤال: يا ترى انت في انهي نقطه في المنحنى ده دلوقتي؟